اعملي حياه اجتماعيه بعيده عن جوزك. احنا كستات شويه تفكيرنا رومانسي زياده عن اللازم، بنبقى فاكرين ان انا لما اتجوز بقى هفضل ليل ونهار اصوصه وانا هو زي عصافير الكناريا وبتاع. الحقيقه ان الحياه مش كده خالص، وهتلاقيه بعد اسبوع غالبا بقى الشهر عسل، بعد اسبوع العسل او ال10 ايام راح شغله والحياه بقت امل كتير مما انت عايشه في بيت اهلك. فالحياه الاجتماعيه مهمه قوي. اعملي لنفسك كده ايام تروحي فيها لعيلتك، ايام تخرجي فيها مع اصحابك، ايام مثلا تاخدي فيها كورس. شوفي ازاي تشغلي وقتك بحاجات مفيدة وحاجات ممتعة في نفس الوقت، لو انت مش عايزة طبعا تدخلي في معاناة الوظيفة. تاني حاجة، تعملي حدود صحية جميلة مع جوزك من أول يوم. يعني عارفين كده المثال اللي انا ضربته لكم الفيديو اللي فات بتاع العروسة اللي جوزها بدل ما أكلها هي أكل مامته. هي اتصرفت تصرف ظريف جدا، وإن هي عملت نفس الحاجة مع مامتها. ففكرة ان انت تعملي حدود صحية، لو مش عارفة تعملي حدود صحية ازاي، شوفي فيديوهات عن الحدود ومن ضمنهم فيديو انا كنت عامله قريب، بحيث ان انت تبقي مبينه لجوزك طبيعتك، بتحبي ايه ما بتحبيش ايه الحاجات اللي بتقفلي منها، الحاجات اللي بتحبي ان هو يعملها لك والكلام ده. لان بعد كده لو انت عملتي خدك مداس، لا هو هيبقى معاكي مبسوط ولا انت هتبقي مبسوطه مع الوقت. ولو حاولتي تغيري من ده هتلاقي الشخص مش متقبل. يعني عمرك ما هتلاقي ان حد متعود عليكي بشكل معين فجأة انت هتتغيري هيتقبل بسرعة، هتعاني شوية. تالت حاجة، ما تحكيش لحد عن علاقتكم الحلوة، ما تحكيش لحد عن الكلام الحلو اللي بيقوله لك ولا بيخرجك فين ولا بيعملك فين. محدش طلب منك تقولي، وما تقوليش حتى لو حد طلب، ما تقوليش، دي خصوصيات. وكذلك مشاكلكم مع بعض، المشاكل اليوميه العاديه اللي انت مش محتاجه ان انت تشاركي اهلك فيها، زي مثلا جوزك، زي المسلسل اللي بنتفرج عليه من دول، جوزك بيضربك مثلا، فاكيد طبعا محتاجه ان انت تشيري ده وتاخدي موقف وطبعا انت عارفه الباقي. لكن فكره ان انت مثلا بتتخانقوا مع بعض الخناقات اللي هي العاديه دي، مفيش داعي ابدا تدخلي حد من اهلك، حتى لو انت وهو زعلتوا من بعض وكل واحد نام في اوضه، بس هتحلوها مع بعض احسن ما بندخل حد بينا محدش عارف انتوا بينكوا ايه اصلا عشان يعرف يحكم على الموقف زي ما انت وهو هتحكموا عليه. ورابع حاجه بقى من عندي، الكواليتي تايم والحوار اللي دايما ما يتقطعش بينكم. مهما كان هو مشغول في الشغل ومهما انت كنتي مشغوله حتى بعد كده مع الولاد، لازم يبقى بينكم وقت مع بعض تخرجوا فيه، لازم يبقى بينكم وقت تقعدوا تتكلموا فيه مع بعض، وتناقشوا المشاكل الصغيره اللي ممكن تكبر يوما ما. لان على فكره الكتمان وان انا اعدي واطنش واتجاهل الجو ده بيعمل بعد كده حاله من الانفجار وبيحصل فجاه.